مساء الخير او صباح الخير على حسب ما بتشوف الحلقه. عرض سرفايفر سيريس واحد من اهم العروض السنه اللي في تاريخ الدبليو دبليو اي، واللي بتكون فيه الاداره مهتميه بيه بشكل كبير. والسنه دي احنا عندنا اهم ماتشين، الماتش اللي قبل الاخير في مسيره جون سينا، واضخم ماتش وور جيمز في الدبليو دبليو اي، ومصارع مجهول بيظهر يقلد سيس رولانز ويغير مجرى المباراه خالص. فتعالوا نتكلم عليهم ونشوف مين المصارع ده، ويلا بينا نخش في الحلقه. نبدا بماتش جون سينا ودومينيك ميستيريو على لقب الانتر كونتيننتال. طبعا كلنا عارفين ان دومينيك ميستيريو مش هيقدر على جون سينا، ولازم هيكون معتمد على تدخلات، وده اللي حصل بالفعل. فريق الجادجمنت داي كله دخل يساعد دومينيك، بجيدي ماكدونا، بفين بالور، حتى ليف مورجان رجعت مخصوص عشان تساعد دومينيك ميستيريو. وفي الاخر خسر جون سينا لدومينيك ميستيريو وخسر لقب القارات. اغلبنا كان متوقع ان جون سينا ممكن يخسر فعلا في الماتش ده، بس كلنا من حبنا ليه مش قادرين نستوعب الموضوع ان هو خلاص جون سينا اخر ماتش ليه في عرض شهري. يعني خلاص هو كل اللي فاضله هي مباراه واحده وجون سينا خلاص شكرا هيسلم كده الرايه. يا جدعان انا مش قادر اصدق ولا استوعب ان جون سينا كده خلاص، يعني كل اللي هنشوف فيه هو ماتش واحد وشكرا. طب بجد بقى يعني شكرا لجون سينا، يعني من قلبنا كلنا ليك، انت واحد فعلا ضحيت من اجل المصارعه دي 25 سنه تضحيه وجمدان، وعملت اسم كبير للمصارعه. ويا جدعان فعلا اللي ما يعرفش مصارعه يعرف مين جون سينا، فبجد هو اسطوره حرفيا. فبجد انا مهما اتكلمت عليك للصبح مش هخلص برضه، فمن الاخر ثانك يو سينا. اما بقى بالنسبه للعاق ابن العاق ده، دلوقتي بقى محسوب علينا بطل مرتين للقارات. ويعني ايه يكسب جون سينا؟ مش فاهم، يعني هو ده اللي هيستلم الرايه؟ يعني هو ده هيبقى واجهه الشركه؟ دمدمه ده مش عارف يعمل فورمه حتى. ايه القرف ده يا عم بخ؟ يعني الماتش الاخير لجون سينا في العروض الشهريه يخسروا لدمدمه ولا دومينيك ميستيريو ده؟ يا اخي حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وحسبي الله ونعم الوكيل في دي اداره، وحسبي الله ونعم الوكيل في ده يعني عرض. عم متولي حضرتك اتحاسبنت كتير، ان شاء الله ربنا يتقبل، بس اقفل الحلقه. اصل ده جون سينا برضه يا جماعه، يعني مقامه اكبر من كده، وبجد هو يستاهل عرض زي راس المنيا مثلا هو ده اللي يعتزل فيه. لكن هنقول ايه بقى؟ ندخل بقى على الماتش الكبير، ماتش الوور جيمز. فريق الهيلز كله عمالقه بجد، يعني بجد هم دول لازم هيكسبوا وش، يعني دخلتهم بس دي كده يعني كفيله فعلا تكسبهم. اما بقى بالنسبه لفريق الفيس، لا هم جامدين الصراحه، بس طالما فيهم جي اوسو وجيمي اوسو برضه ولا سوسو ولا العيله دي عامه، يعني طالما الاثنين دول موجودين خلاص انا بقول شكرا. يعني بالذات جي اوسو ده اللي مقضيها رقص وييت وتنطيط والشريط وهات وخد، ايه ده في ايه؟ بدأ الماتش بدخول سي ام بانك، واللي بصراحه كانت حاجه كبيره جدا بالنسبه لنا كجمهور، لان احنا عارفين ان سي ام بانك خلاص الاصابات تمكنت منه واداؤه على الحلبه ما بقاش زي الاول، فطبيعي بسبب عامل السن، بس ان هو يبدا العرض ويستحمل وياكل كل الضرب ده لحد نهايه المباراه، فيعني شابوه برضه سي ام بانك. والنجم التاني اللي دخل من فريق الهيلز وهو برون بريكر، ده برضه نجم المباراه ومستقبل الشركه، وكان اختيار ممتاز ان هو يطلع اول واحد. هو وسي ام بانك قعدوا يضربوا بعض على الحلبه، بس سي ام بانك برضه كل منه شويه ضرب. وبعدها دخل المصارع التاني من فريق الهيلز وهو المحارب الاسكتلندي درو ماكنتاير. انا قلت بس كده خلاص سي ام بانك هيتبلع، درو ماكنتاير دخل على اخره وهياكل سي ام بانك وينفخه، وده فعلا اللي حصل. لحد ما يدخل التنين المجنح منقذ العروض كلها النجم كودي رودز، دخل والحماس عالي جدا وفضل يضرب في درو ماكنتاير وبرون بريكر، وراح ضارب سي ام بانك بالغلط. واللي صراحه لحد دلوقتي انا ما اعرفش هي الضربه دي بجد ولا لا، يعني هي مقصوده ولا مش مقصوده، لان الغريب ان سي ام بانك كلها وعداها. وبعدها اتفقوا مع بعض ان هم يضربوا درو ماكنتاير وبرون بريكر، وهم بيضربوا برون بريكر وقع على دماغه برون، وزي ما تقول كده مثلا دماغه فصلت ولا هو ما بقاش مركز بسبب الضربه دي. وبصراحه احنا كلنا خفنا انها تكون اصابه. الواد خد الضربه من هنا وقعد على جنب، يعني فضل قاعد شويه كده فاصل ما بيظهرش اصلا قدام الشاشه، وفضل الاطباء يطمنوا عليه شويه لحد ما فاق وقام يكمل الماتش. وبعدها يدخل لوجان بول للمباراه ويسيطروا شويه فريق الهيلز، ويدخل من الفيسز جيمي اوسو ويسيطروا شويه برضه، وكذلك يدخل الناحيه الثانيه برونسون ريد ويسيطروا فريق الهيلز على فريق الفيسز على الحلبه، لحد ما يجي الدور على اللي هينقذهم او هيموتهم من الضحك لسه مش عارف يعني، وهو جاي اوسو. وبجد انا اتقفلت من العرض كله بعد ما شفته. لا والانقح من كده لما يطلع فوق على الحلبه ويضرب المصارعين يقوم مشغل الموسيقى بتاعته ويطلع فوق يقعد يرقص. بجد ايه الهبل ده نص الماتش؟ هي الافكار الابداعيه والكرياتيف دي بتطلع منين؟ لا بجد يعني اللي بيفكر فيها ده بيفكر بمخه كده زينا عادي، بيستخدم مخه زينا، ولا يعني بتطلع منين دي؟ ما انا عايز افهم. لحد ما تدق موسيقى الوحش بروك ليسنر، واللي ساعتها جي اوسو اتخض خضه اللي هو يا جدعان طب انا عايز اروح الحمام دلوقتي، يعني عايز اهرب استخبى فين؟ هو كده خلاص عرف هو هيحصل فيه ايه. وبروك ليسنر الصراحه داخل بفورمه وعضلات، يعني هياكل اللي على الحلبه حرفيا، وهو فعلا لوحده قادر ان هو ياكلهم كلهم لوحده، بفريق الهيلز كمان ياكلهم معاهم. وفعلا دخل دب فيهم كلهم كلوا منه ضرب ورقدهم كلهم في الارض لحد ما دقت موسيقى الترايبال تشيف رومان رينز. قام نزل له بروك ليسنر مخصوص، ورومان رينز اداله سوبرمان بانش 3 مرات بس ولا حوقوا فيه، وراح شايله بروك ليسنر عمل له اف 5 على ترابيزه التعليق كسروا بيها. وبعدها طلعوا الاثنين على الحلبه وفضلوا يدبوا في بعض لحد ما كله اترمى على الارض. وجينا عند المشهد النهائي برون بريكر وسي ام بانك بيضربوا بعض، دخل واحد ملثم
مش باين منه اي حاجه، عمل كورب ستومب لسي ام بانك وراح هرب ومشي تاني. وبعدها برون بريكر عمل سبير لسي ام بانك وثبت وكسب فريق الهيلز على فريق الفيسز، واللي هما فعلا يستحقوا الفوز على اللي حصل ده كله. وبجد هما شكلهم ومنظرهم لا كفيل ان هو يكسبهم بجد. وبعدها رومان رينز راح يقوم سي ام بانك وسلم عليه، وده يبين ان رومان رينز بيحترم سي ام بانك وقدره. اما بيجي بقى ناحيه كودي رودز فهو مش طايقه خالص، وقال له دي اخر مره نكون فيها في فريق مع بعض، واللي مشهد زي ده يلمح لك ان في ماتش ما بينهم احتمال كبير قوي يحصل في عرض راس المنيا على اللقب. وانتهى العرض على كده. اما بقى السؤال واللي الجمهور كله عمال يحط فيه اقتراحات، هو مين الشخص الملثم ده اللي دخل ضرب سي ام بانك وجري؟ هو طبعا عمل فينش سيس رولانز علشان كله يشك ان ده سيس رولانز، بس طبعا عمر سيس رولانز ما هيخش يساعد فريق الفيجن لان هم ضاربينه. ثانيا سيس رولانز عنده اصابه فوش 100% مش هو. طب مين بقى المصارع ده؟ ناس قالت ان الشخص الملثم ده يبقى جون موكسلي، الراجل اللي كان اسمه دين امبروس لما كان في الدبليو دبليو اي. لكن صعب جدا ان جون موكسلي اصلا يروح الدبليو دبليو اي الا اذا لو كان في صفقه اتفاقات بين الدبليو دبليو اي والاي دبليو، ودي اصلا صعبه انها تحصل لان هم منافسين كبار لبعض. وبعدين جون موكسلي اصلا الواجهه الكبيره لاتحاد الاي دبليو اللي فعلا الاتحاد واقف عليه هو شخصيا، فنجم زي ده عشان يرجع الدبليو دبليو اي لازم له حدث ضخم، فصعب جدا ان هو يبقى هو يعني. وطبعا الناس قالت عليه كده علشان هو بقى بيعمل في الفتره الاخيره استنباءات كتير في الماتشات بتاعته، بس مش هو جون موكسلي. اما التاني اللي ترشح بنسبه كبيره ان هو يكون ده الشخص المجهول وهو كريس جيريكو. من الاخبار الاخيره طالعه بتقول ان كريس جيريكو خلاص عقده انتهى مع الاي دبليو وفي طريقه رجوعه للدبليو دبليو اي. بس يا جدعان كريس جيريكو دلوقتي داخل في ال 55 سنه، واللي عمل الحركه بتاعت الاستومب دي وجري على طول كان خفيف جدا وباين عليه ان هو شاب، فصعب قوي ان هو يكون كريس جيريكو. فكده واللي مفيش غيره وهو النجم اوستن سيري، هو الوحيد اللي غايب بقاله فتره كبيره واللي كمان محتاج دفعه، وهو نجم وموهوب. وكمان الاخبار الاخيره كانت بتقول ان هو على اعتاب ان هو ينضم لفريق ذا فيجن، فهو بنسبه كبيره جدا هو اوستن سيري. وبكده نكون خلصت معاكم عرض سرفايفر سيريز 2025، وما تنسوش تكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات. وقبل ما اقفل ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. سلام.